هنعمله حبايبي مع بعض عيش بالزق جميل ولقمة جميلة هتعجبكم قوي. اللقمة نفسها تتاكل من غير حشو يعني. هنعمله كيلو دقيق، بحط 3 معالق سكر، وبحط لبن بودر، وبحط بيكنج باودر. اللي مش عايز يحط لبن بودر ما يحطش. وطبعا وخميرة، وبحط كوبايتين ميه، والميه حسب العجن. هنا طبعا العجينة خلاص، اسيبها تخمر قبل ما اشوف ايه الخضار بتاعي. مقطعه فلفل الوان وبصل، بصلايه صغيره وطماطميه، ومقطعه طبعا الصدوق. البصل طبعا ببهره، والخضار اللي انا عاملاه ده ببهره عشان الصدوق متبهر. بحط فلفل اسود، بحط شطه عشان احنا بنحب الحاجه سبايسي، وبحط توم باودر، وبحط حبه ملح. بس ادي البهارات اعملهم مع بعض عشان خاطر ايه الخضار كله يبقى متبهر. طبعا لان الصدوق متبهر مش محتاج بهارات، فبنبهره ايه عشان خاطر الخضار برضو يبقى فيه طعم، ما يبقوش حاطينه كده وخلاص. بسيبه شويه، بعد كده بحط عليه الصدوق. بسيبه شويه طبعا عشان يشرب البهارات اللي انا حطاه، عشان ما يبقاش ايه في حاجه ملهاش طعم يعني. بعد كده العجينه خمرت، اقطعها. اقطعها طبعا الحجم اللي انتوا عايزينه. انا بقطع ايه يعني رغيف صغير ورغيف كبير شويه. الرغيف الكبير بحطه من تحت، وبحط الحشو الصغير عليه من فوق، عشان التقفيل بيبقى سهل جدا. جربوا الطريقه دي هتعجبكم. مش بقطع الاتنين قد بعض، بقطع الرغيف الكبير، لما بحط فوق الصغير بعرف اقفله يعني سهل يعني. هنا بقى بحط الصدوق، وبحط عليه جبنه موتزاريلا، هيعجبكم قوي. العجينه نفسها جميله، يعني العجينه نفسها تتاكل من غير حشو، جميله جدا. بصوا بقفل كده بقى هنا بسرعه، مش محتاج ايه بقى ولا اللي انا اشوف ايه اللي كبير يبقى الرغيف الصغير من فوق، فبيتقفل معايا على طول. جربوا الطريقه دي هتعجبكم، وبتسهل معانا طبعا ايه التقفيل. نعمل واحد تاني. طبعا انا بسيب الحروف اللي هي من بره دي عشان خاطر بحط عليه الرغيف الصغير. بصوا حبايبي، اوريكم بقى بقية الكمية. والوش حطيت عسل اسود على معلقتين لبن، وبعد كده رحت حاطه السمسم وحبة البركة على جزء وجزء. ايه رأيكم؟ جميل جدا، هيعجبكم اوي والله. اللقمة خفيفة، والحشو طبعا الحمد لله خفيف، وطلع جميل. بألف هنا وشفا، والسلام عليكم ورحمة الله.